بعد كده والده بيتر سأله عن المزرعة بتاعته، راح ريان عرفه ان هي مش شغالة، وعرفه ان المزرعة كلها اتحولت لصحراء وكمان مليانة حشائش وما تنفعش للزراعة مرة تانية. راح بيتر والده عرفه انهم لازم يرجعوها زي ما كانت. تاني يوم والده بيتر صح ريان بدري وراحوا مع بعض بالعربية علشان يشوفوا المزرعة. وقتها ريان كان متعصب جدا وكان عاوز ينزل من العربية، ولما راحوا المزرعة شافوا الارض كلها حشائش ومش هتنفع للزراعة مرة تانية، لكن والده بيتر عرفه انهم لازم يرجعوها زي الاول، وريان ما كانش مهتم بكلامه. بعد كده بيقول لوالده هو انت صحيح هتتجوز ولا ايه؟ راح بيتر عرفه ان هو هيتجوز واحده علشان تساعدهم في البيت. راح ريان قال له ازاي هتتجوز واحده تانية بعد مامتي؟ انت ازاي تنسى اللي عملته فيها؟ راح بيتر رد عليه وقال له مامتك ماتت قضاء وقدر وانا ما قربتش عندها، والشرطه كمان برأتني وطلعتني من السجن. لكن ريان كان عارف ان والده بيكذب، علشان كده ما صدقش كلامه وعرفه ان الشرطه مهما تبرأه هو اللي قتل مامته. بعد كده ريان بيعرف والده بيتر ان لو اتجوز واحده تانية غير مامته هيدمر حياته ومش هيخليه يحس بالسعاده وهو معاها. بعد كده ريان سابه ومشي، وبيتر ما كانش عارف يعمل معاه ايه علشان يعرفه ان هو بريء من قتل مامته. علشان كده بيتر هو التاني اتعصب عليه وخد العربيه ومرضيش يركبه معاه وخلاه يرجع البيت ماشي على رجليه. ولما ريان رجع البيت يا معلم بنشوفه بياكل عجرب سام كان اصطاده وهو بيلم حشرات، تحس ان هو بيجهزه لحاجه في دماغه. وهم على الفطار يا معلم ريان بيتكلم معاه وحاول يقنع والده بيتر ان هو ما يتجوزش، وحذره لو عمل كده هيخلي حياته جحيم. بعد كده هما الاتنين ركبوا العربيه علشان يروحوا المزرعه، وفي نص الطريق يا معلم بيتر وقف العربيه وبدا يعلم ريان السواقه علشان يقرب منه، لكن ريان يا معلم ما عرفش يسوق. ولما راحوا المزرعه بدا هما الاتنين يجهزوا في الارض ويصلحوا فيها، لكن ريان ما كانش ليه نفس يشتغل معاه، والكره لوالده كان باين في عينيه علشان افتكر اللي عمله في مامته وحرمه منها وخلاه يتيم. بعد كده والده بيتر بيتكلم معاه وعرفوا ان هم لازم يشدوا حيلهم شويه علشان الارض ترجع زي ما كانت، وانهم لازم يتعبوا في الاول علشان يرتاحوا في الاخر والارض تصرف عليهم وما يشتغلوش عند الناس مره تانيه.